الفوز ده يريح الأعصاب، يريح الأعصاب. كلمة السر بتاعته هي بتزيرا اللي انت كده لو بصيت على الماتش بتاعه هتلاقي ان تحس ان هو اتطور اوي في الشوط. عمل واحدة شوط اقسم بالله كانت عظيمة جدا وحلوة جدا وشاطها كويس وجت جنب العارضة، والتاني حطها بين رجلين الحارس وتاك جون. ده بتزيرا، ده ابويا. بعيدا اصلا ان انا كنت جاي في اول الفيديو ان انا اتكلم عن التحكيم المصري عموما واللي حصل في لقطات الماتشات الاهلي، وان دايما بتجر كلمتين وراها الاهلي وبعدين تجر بقى كلمتين الزمالك، واصل الزمالك عسل والزمالك عمل. بص يا ابني، اتحاد الكوره طلع وقال ان هي مش ضربه جزاء. لقطات من اليورو وقالتش ان هي ضربه جزاء. حكم نفسه اللي انت بتقول عليه من كفر الشيخ وكان مسك لك اول في الدور الاول ماتش سيراميكا والاهلي، مسك لك ماتش بتاع سيراميكا في الدور الاول واتحسب ضربة جزاء كانت لسيراميكا 100%. 100% عرقلة واضحة واضحة صريحة من ياسر ابراهيم للاعب اللي انا بس مش عارف هو مين، اي موكا تقريبا ولا مين، بس حقيقة مش عارف مين. وقعه كانت هتيجي ضربة جزاء. يعني هو شوف كام اللقطات اللي جت من يورو اللي اتحاد الكوره لما جه قال لك يا عم انا هعتبرها ضربه جزاء. انت ما تستاهلهاش، ما تستاهلش الماتش، ما تستاهلش الدوري، ما تستاهلش حاجه. انت طول عمرك يا ابني بتدخل على الماتشات النهائيه بتاعت الموسم اللي فات، انت اتجملت كام مره؟ يا عم بلاش الموسم اللي فات، انت اتجملت كام مره الموسم ده؟ قول لي. طب انا اتجملت كام مره في الموسم ده؟ جملت انا ممكن اللقطه، بس اللقطه ما جابتش جون. يعني في لقطه انا متذكرها ان انا قبل كده يعني حسيت ان الحكم كان معايا فيها بس انا ما جبتش منها جون مثلا. انت اتجملت كام مره؟ كام مره؟ لو حسبت لك كام مره، لو شلت لك منها اللقطات اللي انت المفروض ما تجيبهاش عشان دي حرام ليك، دي مش ضربه جزاء مثلا او دي مش فاول او دي مش كذا، انت في مثلا على الاقل كده في 3 ماتشات 9 نقط ليك اسحبهم منك. لو دي العداله، يعني لو دي العداله، لو انا احسبها ضربه جزاء يا عم ماشي احسبها ضربه جزاء، بس انت في السوبر المصري في النهائي ايه اللي حصل؟ لقطه من سريع مرتين. لا مش يا عم، مش هكلمك عن اللقطه الاولانيه اللي جت في الرجل من رمضان، هكلمك عن اللقطه التانية. ها تقدر تتكلم؟ وقلت ساعتها ايه؟ يا عم انا نادي، يا عم انا نادي الدوله، يا عم مالكش دعوه. ممكن محدش يكلمك، فانت ما تدخلنيش. ماليش واحد اعلامي انا يعني. والله يا ابني انا بص، انا عندي 74 مشترك، والله العظيم ما تشرفش ان اقول اسمك في القناه دي. ما ينفعش اقول اسمك، هشهرك. تخيل، 74 مشترك هشهرك. ما اقدرش اقول اسمك والله عشان هشهرك. اللقطه دي قال اصل جوميز كان اتحسب له عشان محمد شناوي لما ضرب الحكم على قفاه اتحكم له 4 ماتشات على طول، اما جوميز اتحكم له بعد 6 شهور. مبدئيا ان مراقب الحكم اصلا ما ذكرش الحته دي اساسا، فده بسبب ان ده طولت وبقت 6 شهور. ده الحكم حاسب الحكم، ما تحسبش ليه، تحسبش الاتحاد انه ما جالوش التقرير اللي يحكمك بيه. ده اولا. ثانيا، فاكر لقطه كهربا؟ انا يعني اللقطه دي فكرتني يعني اللي فكرني بيها واحد كده على الفيس اسمه محمد ناصف، راجل محترم كويس والله، زملكاوي جامد. ذكر لي حته الكهربا دي ان هي اتحكم بعدها اصلا ب3 شهور وبعدين اتاجلت تاني. دي حاجات احنا فاكرينها اساسا. شاف كام لقطه؟ فبص يا ابني، انت ما تستاهلش حاجه. انت طول عمرك بتتجامل على حسابي وعلى حساب الفرق، لكن لما انت تتعرض، يا عم انا اقول انها مش ضربه جزاء برضه، وتتعرض لظلم تحكيمي، فده من اللي عليك، فده من الجمايل اللي جات لك. انت اتجاملت كام مره كسبت بيها الدوري؟ انت الموسم اللي فات واخد دوري فجر تحكيمي، بفجر تحكيمي. وانت تيجي عليا انا في 2021 بعد نهائي القرن، قلت لي بقى؟ قلت اصل انت خدت الدوري ده بفجر تحكيمي عشان انا خدت منك نهائي القرن، فانت خدت الدوري، لازم نجا من النوس يا ولد. وانت بقى لما خدت الدوري في جزء فجر تحكيمي ده حقك، وقلت دي غلطه الاتحاد. انا مالي بغلطه الاتحاد؟ غلطتك انت ما تسمعش كلام الاتحاد،
ومين الاقوى، هو النادي ولا الاتحاد؟ مين الاقوى؟ بس يا جماعه دي يعني كلمتين كنت لازم اقولهم عشان الصياح وعشان الشد، وهيجي حد هيشدك ويقول لك اصل مش عارف كذا، واصل أصل الزمالك مش عارف ايه، وعشان لما الزمالك يتجامل الماتش اللي بعده ما يتقالش ان ده فجر تحكيمي. لان انا قدامي حكام مصريين انا مش ضامنهم، محدش ضامن اصلا، محدش ضامنهم. ممكن اتجامل في كذا ماتش، ممكن انا اتجامل اتظلم، انا ما اعرفش. هو الحكم بيجي اجامل واظلم، ولا الحكم بيجي لك على اساس هو اساسا ضعيف؟ هو ضعيف اصلا، وبيميل دايما للقرارات في حكام بيميلوا للجمهور، وانهم مش عايزين يزعل الجمهور، ولما يلاقي ضغط من الجمهور لازم يحسبها له. وفي حكام تانيين لا، دي مش ضربة جزاء يا معلم، انا مش هحسبها. بس يا جماعه ده يعني ملخص التحكيم المصري. وتعال نرجع للماتش. الشوط الاول الزمالك عمل اللي مطلوب منه من في وسط جمهور. هو صراحه حمسني الماتش قوي، حل الماتش. مع اني كنت بقول ان عصام الشوالي هو اللي كان هيحل الماتش، بس لا، الجمهور حل الماتش. عمل 3 تفوقات، وكان عامل ملحمه. وكمان هو يعني ده خلاني ان الماتش ده يزيد حماس ويزيد حماس. بس الزمالك في الماتش ده حسيت ان شاب بلوزات هو اللي ايه، بيلعب على فكره واحده، وهي فكره العرضيات. او الفكره التانيه هي فكره اللي العب بالطول. كل ده من ناحيه عمر جابر. يعني مفيش غير مره تقريبا او مرتين اللي راح ناحيه اليمين. واحد كان معرفش الوينج مين بتاعه اسمه ايه، ده كان رقص ترقيصه حلوه قوي. فتحه وراح فلشه وبصاها وضاعت. انما كل الكور كان ناحيه الشمال، عرضيات وكور طوليه، عشان عارفين ان عمر جابر للاسف ضعيف. للاسف كان انا وصلت للمرمى اكتر بكتير، لكن شباب بلوزيتو مثلا وصل في الشوط الاول عموما مره ولا مرتين. وكلمه السر هو بتزيرة. واستنى يا جماعه دلوقتي عشان تشوف الجول الاول. يستمر اللعب، فتوح اماميه، الزمالك بلمسه بانطلاقه، محاوله خطيره، 1-0 هذا هو الزمالك. انت ركزت قوي في الماتش هتلاقي ان في حد عمل اسيست. مين عمل اسيست؟ ناصر منسي. كمية الجمال مش على الاسيست، كمية الجمال ان هو ناصر منسي سحب الباك اللي ماسك خوان بتزيرة، سحبه وخلى خوان بتزيرة يطلع انفراد. دي في حتة تانية. واللقطة دي انا شفتها تاني، شفتها قبل كده في ماتش بتاع بيراميدز لما خوان بتزيرة طلع انفراد وضيعه. جمال ودلال، ده جمال ودلال. ده معتمد جمال عامل شغل، عمل حتى واحده بس، فكر واحد طلعت دلوقتي انفراد لاخوان بتزرع جون، وحط فينش عالمي بيتطور. يا جماعه من اللي انا سمعته من هيثم فاروق ان هو حس بشد بسيط، فكابتن معتمد جمال كانش عايز يخاطر بيه، وانا موافقه طبعا. انا ما ينفعش اخاطر باللعب زي ده. اللاعب ده يعني بعد الشر، يعني لو اتصاب انا ضعت، انا خلاص يعني حرفيا 40% من قوه الزمالك راحت. يعني الناس شايفه ان مثلا في ناس شايفه ان خوان بتزيرة لاعب بالونه او لاعب نافخينه شويه. ده مش نافخينه، وهو احسن لاعب بجد. هو احسن محترف موجود في الزمالك وفي الدوري المصري، احسن واحد. شباب بلوزداد لما كان بيروح على ناحيه عمر جابر انا اتخنقت. لان انا عمر جابر انا عارفه، عمر جابر ممكن هيقعد يكسر، هيقعد يعمل زي ما عمل كذا لقطه. فانا انا عارف ان انا اللي هيحصل لي من اللقطات دي. طب محمد ابراهيم انا الحمد لله انا كنت عايزه يلعب الماتش ده. يعني انا كنت الماتش ده لو جيت قلت لي بعد ما اتلعب عمر جابر ومحمد ابراهيم اقول لك عمر جابر. لان محمد ابراهيم عايز صغير لسه، نص نهائي في وسط الجمهور عامل زي ده، ما ينفعش محمد ابراهيم خاطر بيه. زي محمد السيد، زي كذا لاعب، في لعيبه ما ينفعش خاطر بيهم في ماتشات زي دي. لكن يا جماعه مجمل انا كسبان واحد. ما هي عوده عندي في القاهره اللي المفروض امنع الفرقه اللي قدامي ان هي ما تسجلش فيها قدامي جون. انا كده كسبت واصعد النهائي، وهيبقى قدام بيراميدز، بعديها انبي، بعديها اهلي، وهمدعك الدوري.
هبقى في مدعك الدوري. ويلا يا شباب على فقره التقييمات. مات سليمان باللي انقذوا لي واللي انقذني ان انا التعادل والخساره، يعني حرفيا هم عاملين عليا فرص كتير قوي شاب جداد، لكن مات سليمان هو اللي انقذني. فاقول 7/10. عمر جابر 0 بالنسبه لي. محمد اسماعيل 5. حسام عبد المجيد كان 7 و8 بالنسبه لي، كان كويس قوي في الماتش. احمد فتوح يعني بالاسيست اللي عمله ده، الروعه الخيالي ده، اديله 7/10. محمد شحاته انا الحمد لله ان هو رجوعه في ماتش بيراميدز ده مهم جدا، لانه لاعب مهم قوي، اثبت انه لاعب مهم قوي. 8/10. احمد ربيع 4. احمد شريف 0. ما اعرفش ليه يعني او اسكور دلوقتي، بس هو 0. انا زهقت منه والله زهقت. هو عمر جابر يعني انا زهقت. عبد الله السعيد اديله 5. اخوان بتزير 10/10 طبعا. ناصر المنسي اديله 7/10 بالسحبه اللي عملها دي، روعه جدا. ادم الكيت على سيف الدين الجزيري لسه ما شفتهمش يعني، ولا هو بنتايج. ف مجمل الماتش كويس، وان شاء الله باذن الله اللي جاي باذن الله ان شاء الله يبقى احسن. متنساش يا شباب اللايك الاشتراك. السلام عليكم.